اهلا وسهلا بيك في حلقه جديده من بودكاست مصدر دخل، البودكاست اللي بنتكلم فيه في كل ما هو متعلق بالفلوس والبيرسونال فاينانس وكل حاجه تانية في السكه دي. الحلقه دي من اقوى الحلقات في وجهه نظري، بجد هتبقى قويه جدا لان احنا هنتكلم في حاجه مفيش حد بيتكلم فيها، واحنا فعليا بنتكلم في الحلقه دي على ليه محدش بيتكلم فيها وليه مفروض نتكلم فيها. فعلشان تفهم موضوع الحلقه قبل بس ما احرقه، مع انه غالبا اتحرق في العنوان، ولكن قبل ما احرقه انا دلوقتي هطلب منك طلب وعايزك تنفذه، وهتلاحظ ان انت في حاجه هتمنعك من ان انت تنفذ الطلب ده. انا دلوقتي هسالك شويه اسئله، وعايزك بعد ما اسالك الاسئله دي توقف البودكاست الحلقه لمده بالظبط 5 ثواني وتكتب اجابات الاسئله دي في كومنت، وتكتب الكومنت ده وتبوست الكومنت ده، او اتحداك تعمل كده. اول سؤال، انت اسمك الاولاني ايه؟ ايه اسمك الاولاني؟ سهله. تاني سؤال، انت بتشجع نادي ايه؟ لو بتحب الكوره عامه بتشجع نادي ايه؟ ولو ما بتحبش الكوره مشترك في نادي ايه يا سيدي؟ او بتحب تتفرج على نادي ايه؟ او بتحب لعيب في نادي ايه حتى؟ ايا كان. الحاجه الثالثه، ايه لونك المفضل؟ الحاجه الرابعه، ممكن تبقى مثلا ايه الاكتر بلد بتحبها مثلا في حياتك، حاجه بالشكل ده. الحاجه الخامسه، انت متجوز ولا لا؟ السؤال السادس، انت بتقبض كام؟ السؤال ده هو المشكله. السؤال ده فعليا هو اللي هيخليك مش هتعمل اللي انا بقول عليه، هو اللي هيخليك مش هتكتب الكومنت ده. وهنا المشكله، وهو ده اللي انا كنت عايز اوصل له في الحلقه. في الحلقه دي احنا بنتكلم عن حاجه اسمها ماني تابو. ماني تابو باللغه الانجليزيه الترجمه بتاعتها اكنها حاجه محرمه، حاجه حرام نتكلم عليها، او مش طبيعي، او مش صح، او لا يجوز الكلام عنها. مش علشان ربنا سبحانه وتعالى حرمها، لا، علشان احنا كبشر بنخاف وبنتكسف، وعندنا كده دايما حاجز بيمنعنا ان احنا نتكلم عنها. والتابو ده موجود في حاجات كتيرة جدا، ولكن في الفلوس هو أقوى تابو. وبيقول لك كمان إن في الوطن العربي التابو ده أقوى تابو على الإطلاق. لدرجة إيه؟ انت ممكن تتكلم في الرياضة، في الكورة، ممكن تتخانق، انا بحب الاهلي انا بحب الزمالك، ممكن تتكلم في السياسة، واحنا بنحب نتكلم في السياسة، وتقول ده غلط وده صح ومش عارف ايه، وما تتكسفش ان انت تقول رأيك وتقول عن الناس دي كذا والناس دول كذا، عادي جدا. ممكن حتى نتكلم في الحب، وانا بحب دي وانا مصاحب دي وانا بعمل ايه، سواء صح او غلط، بس برضو بنتكلم عادي جدا بانفتاح عادي جدا. وبنتكلم في انفتاح عن الافكار الشاذة اللي بتجيلنا من الغرب، وايه رأيك في المثاليين والكلام ده كله، بنقعد نفكر في الكلام ده كله وبنتكلم فيه عادي جدا. نيجي بقى عند حتة الفلوس، بقول لك يا سيدي، هو انت تقبض كام؟ مستحيل حد يرد عليك، قليلين قوي اللي هيردوا عليك. وبرضه اللي بيرد في الاغلب حتى بيحور لها، يعني يلا بيقول لك مثلا مرتب. الرجاله عامه بتقول مرتبات اكتر من اللي هي فعلا بتاخدها، لان هي دايما بتحس ان هي محتاجه تعلي من شأنها، ودي حاجه نفسيه عند الرجاله عامه. وفي ناس تانية بتقعد تلف لك حواليها، بص انا مش هقول لك انا بقبض كام، بس هفهمك المعدل بتاع الوظيفه بتاعتي في السوق بياخد كام تقريبا. فاحنا برضه دايما بنقعد نحاول نلف حوالين الموضوع ده. والموضوع ده نشأ عامة في الوطن العربي لأسباب كتيرة هنتكلم عنها، ونشأ في أجيال مختلفة. يعني في جيل بتلاقيه متحفظ جدا ان هو يقول الأرقام بتاعته، وتلاقي جيل تاني بالصدفة منفتح زيادة عن الموضوع ده. والحاجة اللي أغرب من كده، كنت يعني بقرا كده قبل ما أبدأ أصور الحلقة دي، فلقيت ان في إحصائية اتعملت في جامعة في أمريكا بتقولك ان 46% من الناس اللي متجوزة مش بتقول جوزها، او يعني مش بيقول لمراته، او هي مش بتقول لجوزها الحاله الماديه بتاعتها. وفي الاغلب بيبقى الراجل مش بيقول للست. يعني ايه؟ يعني 46% من الناس الست مش عارفه الراجل بيقبض كام، مش عارفه البيت فيه فلوس قد ايه، مش عارفه هم محوشين قد ايه، هم مش عارفين اي حاجه خالص عن الفلوس. 46% تقريبا نص المتجوزين، لو انتوا 10 في اوضه، على الاقل 4 منكم، تاني 4 منكم الست مش عارفه هو احنا غنيه ولا فقراء، هو احنا ايه. ولحد 5 كمان، لحد 5 نص الاوضه تقريبا هم فعلا مش عارفين هو احنا ايه مستوانا، هم بس عايشين على الله حكايتهم. ودي طبعا حاجه مش طبيعيه خالص. فتعالى بقى نخش في الموضوع على طول. الماني تابو تاني علشان اشرحه، لو انا يعني كروته شويه، هي فكره ان احنا بنتكسف نتكلم عن الفلوس، بنتكسف نقول احنا بنقبض كام، بنتكسف نقول احنا بنعمل كام، بنتكسف حتى نقول طموحاتنا. الموضوع ده وحش جدا. وانا هقول لك، يعني انا بصراحه انا كنت واحد بعاني من الماني تابو ده بشكل بشع، وهقول لك لدرجه ايه. وقول لي يعني، اكتب كومنت لو انت فعلا زي بالظبط في الحته دي. انا يا سيدي كان دايما مثلا باخد مرتب، او مثلا باخد مصروفي وانا في المدرسه بتاع الشهر،
وانا ببقى عارف مصروفي كام وبنزل خروجات وبتفسح وبصرف فلوس. انا كان بيبقى عندي مشكله في اخر اسبوعين في الشهر كده ان انا بخاف افتح المحفظه بتاعتي للدرجه دي. بخاف افتحها لان انا لو فتحتها هعرف انا بقيلي فلوس قد ايه. فبقول انا مش هفتحها، ولما في يوم من الايام انزل او اتحرك وابقى محتاج فلوس وافتحها واطلع، يمكن ساعتها اخد بالي هو في قد ايه. انت متخيل ان الماني تابو ده، الحاجز اللي انا خلقته عن الفلوس ده، مش بس خلقته مع الناس، ده انا خلقته مع نفسي. انا مكسوف اكلم نفسي في الفلوس اللي معايا. وده صدقني والله، انت يعني في ناس هتقول ايه ده، دي حاجه غريبه. انا عايز اقول لك ان 70 ل 80% من الناس بالشكل ده يخافوا يفتحوا حسابهم في البنك لحسن يدركوا هم معاهم فلوس قد ايه، ويا لهوي ايه المصيبه اللي انا فيها وانا محتاج اعمل فلوس اكتر ومش عارف ايه. فالماني تابو ده يعني واحده من اكبر المشاكل اللي موجوده. وتعالى اكلمك دلوقتي عن الامباكت. الماني تابو ده بيعمل ايه في المجتمع بتاعنا، فيك انت شخصيا، في الدايره اللي حواليك وهكذا. اولا، وهي النقطه اللي انا لسه شارحها دلوقتي، وهي الجهل. مش جهل في المطلق، الجهل في الحاله الماديه بتاعتك. هو دايما لما احنا مثلا بنعمل اي استشاره او بنعمل اي منتورشيب او اي كونسلتنسي، يعني علشان نساعد حد ان هو يظبط حالته الماديه او حاله عيلته الماديه، اول حاجه بنطلبها منه او انا يعني بطلبها منه ان هو يحاول يعرف مستواه ده ليه وليه، علشان انا اعرف عادي كده ابني على المستوى اللي هو فيه. المستوى ده بسيط جدا، بتعرفه من خلال ان انت تكتب دخلك قد ايه كل شهر لمدة سنة، وتكتب مصروفاتك قد ايه كل شهر لمدة سنة، وتكتب انت محوش فلوس قد ايه تقريبا في حاليا في حسابك في البنك. انا بس عايز اعرف انت واقف فين، هي دي الهدف عشان نبدأ من النقطة دي. الجهل بقى من الماني تابو وصل ان الناس مش عارفة. والله الناس مش عارفه هي محوشه قد ايه، لان هي بتتكسف تبص في حسابها في البنك زي ما قلنا. الناس ما بتحسبش هو انا بيخش لي كام. الناس خايفه تبص، ودي المشهوره قوي، خايفه تبص على احنا بنصرف كام في الشهر لحسن نتضايق لحسن نتقدر. يا سيدي ما هو كده كده امر واقع، انت بصيت عليه ما بصيتش عليه، هو موجود وهو امر واقع. احسن تبقى على علم بيه علشان تتحكم فيه. وهي ممكن تبقى انت تقول والله اصل انا خايف لو عرفت ان فلوسي قليله اقلل خروجاتي. ما هو انت لازم تقلل خروجاتك، ما هو انت لازم تعرف عشان تقلل خروجاتك. فهو الخطوه الاولى فعليا ان انت لازم تعرف محلك، لازم تعرف انت بادئ منين. فالماني تابو ده بيعمل جهل فظيع جدا، والجهل ده بيكبر اكتر لفكره ان انت ساعات بتنزل خروجات مع ناس صحابك او ناس مش صحابك، ومن البريشر بتاع ان والله صاحبك ده بيقبض كويس فهو بيشتري حاجات غاليه، فانت بتبقى قاعد بتقول اه والله انا كمان عايز اشتري حاجات غاليه. وده مش منطقي، لان انت اصلا في حته بعيد قوي عن الراجل ده. بس الماني تابو الحيطه اللي انت بنيتها برضو قدامك بقيت مخليك حتى مش مستوعب ان انت مستواك بعيد عن الراجل ده. انت شايف ما احنا كلنا واحد، احنا متربين سوا وجامعه واحده ومش عارف ايه، بس هو الراجل ربنا فتح عليه، او الراجل ما شاء الله شاطر عمل شغلانه ايا كان يعني. فدي اول مشكله. تاني مشكله في الماني تابو هي المشكله اللي احنا بنواجهها النهارده، وهي الاجيال اللي جايه. بصوا، الماني تابو ده بدا، يعني انا في اعتقادي بدا من زمان قوي، من الاجيال اللي قبلنا. احنا دلوقتي عندنا جين زي، طبعا في جنريشنز بعد جين زي انا مش عارف هم ايه، اكس والفا ومش عارف ايه. قبلها كان في الميلينيالز، انا في الميلينيالز. قبلنا في البيبي بومرز تقريبا او البومرز مش عارف، وقبلهم كان في حاجه كمان او في حاجه في النص ان كان. الاجيال اللي قبل الميلينيالز كلهم بالكامل عندهم ماني تابو. عيب نقول انت بتقبض كام، عيب تقول لحد انت بتعمل فلوس قد ايه، عيب توري حد فلوسك، عيب توري حد حسابك في البنك، عيب عيب عيب، كل الحاجات دي عيب. ايه السبب؟ ما كانش فيه سبب جوهري، وهنتكلم بس على شويه اسباب ليها علاقه بالكالتشر والدين شويه عندنا، وهي مش حقيقيه برضه. ولكن ده الجيل ده. الميلانيالز بداوا يكسروا الحته دي، لان الميلانيالز هم الجيل اللي كان عندهم حته احنا نفتح ستارت ابس، احنا نروح سيليكون فالي، احنا نعمل شركه ناشئه صغيره ومش عارف ايه. فهنا الحته دي بدات تعمل موضوع ان مارك زوكربيرج اغنى مليونير في العالم وهو شاب صغير ومش عارف ايه. فالناس بقت فلوس، بنسمع عن الفلوس، بنشوف الفلوس، طب احنا عايزين نعمل فلوس فبنتكلم عن الفلوس. فبدأ الموضوع. جنزي طبعا يعني في حتة تانية خالص خالص خالص، لدرجة ان بيقول لك ان 86% من جنزي مستعدين يتكلموا عن المرتبات بتاعتهم. 86% من الجيل ده مستعد يقول والله انا بقبض الرقم الفلاني. فهو فعلا لو انت في جين زي ومش مستعد تكتب الرقم الفلاني، انت اللي فيك حاجه غريبه. لما تقول رقمك عادي يا معلم، لما تقول المرتب بتاعك، ايه اللي هيحصل لو قلت المرتب بتاعك؟ فجين زي كسروا الحته دي. طبعا ده للانفتاح، وطبعا ده لان هم برضو ما عندهمش اي كده حدود في اي حاجه بيقولوها، فدي طبعا مشكله تانية. ولكن في حته الفلوس لا، الحمد لله الناس دي عدونا. الميلينيالز الرقم اقل شويه، بيقولوا تقريبا في الاربعينات 40% من الميلينيالز قادرين يتكلموا عن فلوسهم، اللي قبل كده ما بيتكلموش نهائيا عن فلوسهم. طيب
انت اصلا لو كشخص مش بتتكلم على الفلوس ولا على الراتب ولا بتقول لعيلتك ولا بتقول لولادك ولا اي حاجه، ازاي ابنك هيتعلم؟ طب ازاي ابنك هيفهم يعني ايه فلوس؟ ازاي ابنك هيفهم ازاي يحوش؟ ازاي ابنك هيفهم مستوانا عامل ازاي؟ ما هو لازم برضو ابنك ده لو عايز يبني حاجه اسمها جنريشنال ويلث، ان هو يبني ثروه تكفي اجيال قدام، لازم يفهم احنا فين يا بابا، طب احنا ممكن نعمل ايه. فاصلا فكره ان انت شخصيا جاهل عن حالتك الماديه، او حتى بتحاول تبعد عنها، او حتى انت عارفها بس مش عايز تقولها للناس اللي حواليك، انت بتربي اجيال برضو عندهم نفس المشكله بالظبط ونفس المعضله بالظبط. الجيل ده بيبقى جيل خايف يتكلم عن الفلوس، خايف يقول رايه في الفلوس، خايف يبين لاصحابه احنا معانا فلوس ولا معناش والكلام ده كله، ودي مشكله كبيره. خلي بالك انت الاولى تعلم ابنك ان في مستويات في الحياه، وان عادي في ناس هيبقوا اغنى مننا وهم كل صيف بيسافروا اسبانيا مثلا يتفسحوا واحنا ما عندناش الفلوس دي. المفروض تعلمه ده، مش تعلمه انه بص ما تبصش في حسابك في البنك، لا الناس كلها سواسيه يا معلم ما تفكرش، بس اهم حاجه ما تبصش في حسابك في البنك. ده غلط، ده كده بيودي العيال في داهيه، من ناحيه ان هم اصلا بيبقوا جاهلين في ناحيه الفلوس، يعني بفاينانشال illiterate اللي احنا بنحاول نعالجه اصلا في البودكاست ده، ومن الناحيه الثانيه ان هم مش هيعرفوا يعملوا جنريشنال ويلث، ان هم اصلا لا يفقهوا شيء في الفلوس تماما. الحاجه بقى الثالثه والاخيره والاكبر والفظيعه هي المنتل هيلث او الحاله النفسيه. انت عارف ان طول ما انت عايش في الدينايل الغريب ده، وطول ما انت عندك ماني تابو، مش عارف تتكلم مع حد عن حالتك الماديه، مش عارف تروح لكونسلتنت لمنتر تقول له حالتك الماديه، انت عارف ان انت عمال تدمر حالتك النفسيه. لان يعني للاسف الفلوس او عدم وجود الفلوس متعلق تماما بالحاله النفسيه بتاعتك. كل ما انت فلوسك اقل، كل ما انت متوتر اكتر وخايف ان الدنيا ما تظبطش ومش عارف ايه، فحالتك النفسيه بتقل مع قله الفلوس. طيب تخيل معايا دلوقتي انت فعلا اعترفت لنفسك ان انت عندك مشكله، ورحت الخبير واحد يساعدك والله يعمل لك كونسلتنسي كده حلوه يفهمك ازاي تظبط حالتك الماديه. اول سؤال ساله لك، طب اكتب لي دخلك واكتب لي اللي انت محوشه. انت مكسوف تقول له، مكسوف تكتبه، فانت بتحاول هو انا لازم اكتب الحاجات دي؟ طب انا مش هكتبهم، او انا هكتب ارقام خياليه بس قول لي اعمل ايه، وبعديها اما اروح بحسبها على الارقام الحقيقيه. هو انت يا ابني مكسوف من ايه؟ ما هو الراجل ده انت عارف اكنك رايح لدكتور وبتقول له، هو بيقول لك ايه الاعراض اللي عندك، فانت مكسوف تقول له الاعراض، فبتقول له طب بص مش هقول لك الاعراض، بس انت عمال هات لي لسته اعراض كلها وانا ايه هحاول استنتج المرض معاك. مش منطقي. طالما انت عندك مرض في الحته دي لازم تروح تعالجه، ولازم تبقى صريح ومنفتح في الحته دي. فده بيسبب لاكبر المشاكل المنتل، اكبر مشاكل النفسيه اللي بتيجي للناس، اللي هو يعني اكتئاب، متضايق، ستريس زياده قوي، مش عارف ايه، حاجات بسيطه كده يعني بتحصل بسبب ان هم مش قادرين يتكلموا عن الفلوس، ولا قادرين ياخدوا مساعده حد، ولا قادرين يتعلموا من اي حد. طيب تعال نتكلم شويه عن الكالتشر والدين عندنا في مصر، لان انا عارف ان في ناس بتفكر بالطريقه دي، واحنا لازم نتكلم على الموضوع ده. في ناس بتقول لا خلي بالك يا وائل، هو مش ماني تابو، انت منفتح زياده، او انت جاي لنا بافكار غربيه زياده. هو انا ما اقدرش اتكلم على الفلوس علشان الحسد، والحسد موجود ومكتوب في القران، فعشان كده انا ما اقدرش اتكلم على الفلوس. الجمله دي يعني على قد ما هو الراجل بيحاول يقولها باكتر طريقه لوجيكال في الدنيا، على قد ما هي الصراحه غلط وملهاش اي معنى. وفي الاول والاخر ده رايي شخصي يعني، عشان لو يعني مش عايزين نعمل مشاكل وخلاص. هو الموضوع بكل بساطه، انت ليه مقتنع ان الناس هتحسدك؟ يعني اولا اصلا انت حالتك الماديه مش كويسه، ده انا بقول لك انا محتاجك تكسر الماني تابو ده علشان نساعدك تخلي حالتك الماديه كويسه. انا مش بقول لك قول للناس ان انت مليونير، انا مش بقول لك وريهم عربياتك ولا بيوتك ولا قصور، مع ان كل الناس على السوشيال ميديا بتعمل كده، وسبحان الله ما شفناش حد حصل له حاجه، العكس الفقراء هو برضو اللي هم اللي بيحصل لهم المشاكل الحسد دي يعني. ولكن برضو انا مش بقول لك تتباهى باللي عندك، انا بقول لك انت لو مثلا قاعد مع ناس وانت بتحاول تعلمهم حاجه في الفلوس، فتفهموا والله يا جماعه المجال ده دخل لي قبل كده 3 مليون جنيه بالطريقه الفلانيه، ده المجلس ده يصح ان انت تتكلم فيه في الموضوع ده. والله احنا ناس بتحاول نفتح تجاره، فانت بتدينا خبرتك في التجاره، فقلت لنا التجاره بتعمل كام. منطقي. مش بقول لك تفتح كده بيلبورد على الطريق الدائري وتكتب يا جماعه انا مليونير باركولي، لا، ما هو ده حاجه وده حاجه. غير طبعا ان الاساس بتاع الحسد ان انت تقول اذكارك، يعني هو الهدف من الحسد دي انك تذكر ربنا، مش الهدف من الحسد انك تخاف منه وتقول يا نهار ابيض لا انا حداري بقى وكده، لا، الهدف ان انت تبقى على يقين ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي ممكن يكتبه عليك او ممكن يشيله من عليك، فانت اصلا لازم تذكر ربنا. هو ده الاساس بتاع الدرس بتاع الحسد، مش الاساس ان احنا نبقى يعني قافلين زياده لدرجه ان احنا قافلين على نفسنا وعلى مراتنا، وبعدين لما بيحكيش لمراته ده خايف ان مراته تحسده، يعني ما هو مش حاجات كده غير منطقيه يعني الصراحه.
المشكله التانية ان احنا عندنا برضو مفهوم ان الشخص اللي هيقول يا جماعه انا عملت مبيعات بكذا ده راجل بيتمنظر، والمنظره حرام وما ينفعش تتمنظر، والداري على شمعتك مش عارف يحصل لها ايه والكلام ده كله. طيب يعني انا هقول لك حاجه حصلت اعتقد من شهرين، لو ما تعرفش شركه طلعت مصطفى كانت عامله حمله كبيره جدا ان هي اول شركه عقارات في مصر توصل مش عارف مبيعات بمليار دولار مثلا، حاجه كده مش فاكر يعني الرقم اللي كانوا كاتبينه، وكانوا مغرقين اعلانات في الشارع. شوف انا ماشي في الشارع عادي طريق السويس مثلا كله انا شايف ان طلعت مصطفى عامله مليار دولار. فكر فيها، هو ده اعلان ايه لازمته يعني؟ هل ده شجعني انا كمستهلك ان انا اروح اشتري عقار هناك؟ لا عادي، ما فرقش معايا في اي حاجه نهائيا. طيب هل في اي حد اتفرج على الاعلان ده وترجم ان الراجل ده بيتمنظر؟ لا، محدش ترجم كده. ليه؟ لان اولا طبعا عشان هي شركه كيان مش راجل بعينه، بس احنا فاهمين ما هو اسمها طلعت مصطفى جروب، هو راجل او عيله يعني. محدش بيترجم ان دي منظره. طب انت ليه بقى مقتنع ان انت لما تقول للناس يا جماعه انا مرتبي 50,000 جنيه، الناس يا نهار ابيض ده انت ايه المنظره دي؟ يا حبيبي ده الراجل بيقول انا معايا مليار دولار وانت بتقول 50,000 جنيه وانت بتتمنظر وهو لا. الكلام كله مش راكب على بعضه. فاللي عايز اوصله لك ان مش ضروري لو احنا بنتكلم على الفلوس يبقى احنا بنتمنظر. وتاني برجع لحته المجلس اللي انت بتتكلم فيه. انا مش بقول لك هتمشي في الشارع وانت مثلا بتقدم صدقه للناس وتقول للناس يا جماعه انا بديكم صدقه لان انا بقبض 50,000 جنيه، لا دي انت كده هتروح النار عادي جدا مفيش مشكله. انا بتكلم ان وانت في المجلس الصح. انا دلوقتي لما بدي مثلا سيشن، وفي السيشن دي طبعا بتكون سيشن مقفوله مش حاجه كبيره في جامعه وكده، والناس دي انا بعلمهم ازاي يعملوا فلوس وكده، فبتكلم عن مجالات معينه، في كل مجال بقول انا عملت قد ايه من المجال ده. طيب هل دي منظره؟ لا، انا بس بحاول افهم الناس يا جماعه والله في فلوس في المجال ده، وانا بوريكم عملي ان الفلوس بتتعمل بالشكل الفلاني ومش عارف ايه. ده مش عيب، واحنا طبعا عندنا مازال ان ده هيفضل عيب جدا يعني. طيب واخر نقطه بس عايز اقولها في السريع، مش حرام، مش حرام ان انت تبقى غني. الفلوس مش حرام، الفلوس انك تعمل فلوس ده مش حرام، العكس. الصحابه 3/4 اغنياء، 3/4 اغنياء، واغنياء غنى يعني غنى بقى التوب. الرسول صلى الله عليه وسلم كان غني، كان غني. فكره انه كان فقير وبيته ما فيهوش حاجه، لا كان غني وكان بيتبرع بكل حاجه، وكانت فلوسه شغاله فبترجيله فلوس تاني فيتبرع بيها كلها تاني وهكذا. كان غني، الناس كلها دي كانت اغنياء، فما فيش حرمانيه في ده. ويعني اعتقد ساعتها قريش كانوا عارفين ان عبد الرحمن بن عوف غني جدا، يعني ما اعتقدش ان هو كان والله احنا مش عارفين هو بيقبض كام، لا كان معروف ان هو اغنى واحد في الاريا يعني عادي جدا، زيه زي ساويرس ولا طلعت مصطفى النهارده، طبعا مع الفرق ان هو اغنى منهم مليون الف مره يعني، واحسن منهم مليون الف مره. طيب تعالى انت اعتقد يعني انا اتكلمت كتير قوي في المشكله، تعالى نتكلم بكل بساطه في الحل. ايه الحل بتاع موضوع ان في ماني تابو، ان احنا مش قادرين نتكلم على الفلوس وهكذا؟ ازاي نبدا نحل الموضوع ده بخطوات بسيطه داخل حياتنا الشخصيه مع عائلتنا مع صحابنا، علشان نعرف ما نواجهش المشاكل اللي بتجيلنا من الماني تابو. وهي اول حاجه انك تبدا بنفسك. انت لازم تتاكد يقينا ان انت ما عندكش ماني تابو مع نفسك، وهي دي الحته اللي انا بقولها. والله انا بجد كنت بخاف افتح المحفظه بتاعتي، والطريقه اللي حليتها ان انا بقيت اجبر نفسي كل يوم افتح المحفظه بتاعتي. والحل الاوقع لده، شفت يعني راجل كان بيتكلم في الموضوع ده وكان بيقولها بشكل لذيذ جدا، ان بيقول لك انا عايزك كل يوم لما تصحى من النوم بدل ما تمسك موبايلك وتفتح السوشيال ميديا او تيك توك او تقلب في النوتيفيكيشنز اللي جاتك على الموبايل، عايزك اول حاجه تعملها لما تصحى من النوم تفتح حسابك في البنك. اهم حاجه تعرفها كل يوم لما تصحى من النوم، انت حالتك النهارده ايه؟ هو احنا معانا فلوس؟ الفلوس لسه تمام؟ ما تسحبش مثلا قسط حاجه فالفلوس قلت مره واحده، دخلنا المرتب فالفلوس زادت مره واحده. فانت عايز كل يوم اول ما تصحى تفتح حسابك في البنك. الموضوع ده هيعودك ان انت تبقى شايف فلوسك، عارف موقفك، وعادي بتتكلم على الموضوع ده. وتاني حاجه انك تكتب. انا بدات ادون كل الفلوس اللي داخلالي كلها، حتى لو مثلا جدتي ادتني 200 جنيه وانا ماشي مثلا بكتبها وخلاص. وبكتب كل اللي بصرفه، حتى لو انا والله كنت معدي فجبت ازازه ميه فاشتريتها 10 جنيه فبكتب ان انا صرفت 10 جنيه. قعدت فتره كبيره جدا بكتب كل اللي داخل وكل اللي خارج بالسحتوته كده، لحد ما مخي بقى اوفر اول كده وانا ماشي في الحياه مستوعب والله انا النهارده شكلي صرفت كتير شويه، والله الشهر ده عامه شكل ان الدخل حلو وهكذا. فبقى مخي على الاقل بقى مستوعب فكره الفلوس، وبقى بيعرف يترجمها بشكل حالتي النفسيه تفهمه اكتر يعني. فده اول حاجه. تاني حاجه، بعد ما انت خلاص بقيت مع نفسك ما عندكش مشكله الماني تابو، لازم تتوسع لعيلتك ولاصحابك القريبين، قليلين منهم بس. وانت مش عايز تتوسع بعد كده، يعني مش هقول لك بعد كده روح بقى اقول للناس، لا لا لا. اهم حاجه بالنسبه لي ان لازم تكلم عيلتك.
عيلتك دي طبعا يعني ايه؟ يعني بتكلم لو انت متجوز لازم مراتك تبقى عارفه انت بتقبض كام وبتعمل والفلوس بتاعتنا كام ومحوشين كام. ولو عليك مثلا، عشان دي برضو كيسز بنشوفها، لو انت عليك مثلا دين او بتقسط حاجه لازم مراتك تبقى عارفه. ما ينفعش تبقى مراتك مش عارفه، يعني ما يصحش ودينيا ما اعتقدش ان ده صح حتى ان هي مش عارفه ان احنا بنقسط حاجه يعني. فده مهم. ولو انت ست طبعا لازم جوزك يبقى عارف اكيد. وولادكم لازم تفهموهم. انا مش بقول لك قول له احنا يعني كل دخلنا كام ولا كل صرفنا كام، لا، بس ما فيش عيب ان الولد يبقى عارف ابوه بيقبض كام، ما فيش عيب في ده. ولو انت مكسوف من الرقم اللي انت بتقبضه يبقى انت محتاج اصلا تشتغل على الرقم ده. يعني انت اصلا محتاج يلا نعمل مصادر دخل، يلا نتفرج بقى على البودكاست ونعمل مصادر دخل. يعني ما ينفعش تبقى مكسوف من الدخل اللي بيخش لك، ولازم ابنك يبقى عارفه. يعني انا فاكر والدي وانا صغير كان لما المرتب بيخش كان بيحطه كده قدامي. زمان بقى كان بيتاخد كاش يعني، ويتحط كده قدامي ويبدا يقول لي بص بنقسمه بقى، دي الفلوس اللي بنحطها في الايجار مثلا، دي فلوس الكهرباء، دي فلوس الميه، دي فلوس مش عارف جامعه اخوك، دي مش عارف ايه. فكان بشوف الموضوع ده عملي قدامي كده. دلوقتي بيتعمل في اكسلايه، بس زمان كان بيتعمل كده عملي قدامي. فكنت بشوف، كنت يعني الفلوس كانت حاجه واضحه قدامي، وبشوف بتتوزع ازاي، وبشوف اصلا لازمتها ايه. هي مش لازمتها ان احنا ناخدها نتمنظر بيها ولا حاجه، هي فعلا كانت لازمتها ان احنا نوزع الفلوس على المصاريف بتاعه الشهر وهكذا. فدي كانت طريقه حلوه جدا والدي عملها معايا، وانت المفروض تعملها مع ولادك، لازم تعملها مع ولادك. بعد العيله القريبه دي الصحاب قصدي ايه؟ قصدي ان انت في 2 3 بجد صحابك واخواتك وقريبين جدا منك. الاتنين 3 دول انتوا عايزين، يعني هو واحد مثلا نفسه يترقى فعايز يعرف احنا يا جماعه معدل المفروض نكون بنقبض كام. عادي تتكلموا في حاجه زي دي، عادي جدا تقول له بصوا يا جماعه والله انا عندي في الشركه انا بقبض كذا، ولما اترقيت ادوني مثلا يا دوبك 10% بس بونس فما اتبسطتش فسبت، فدلوقتي جاي لي اوفر تاني فبقول كذا. الموضوع ده لو انت اصلا خايف ان اصحابك يحسدوك يبقى دول صحاب وحشين، يبقى الناس دي في المطلق ابعد عنها، لان انت مش عايز واحد في حياتك اصلا بيحسدك. ولو الشخص ده بجد سوي وكويس، واحد بيصلي معاك وبيقرا قران معاك وكده، ما تخافش تقول له ده، لان انت ممكن تساعده، ممكن والله تديله معلومه تغير حياته الماديه، او العكس هو ممكن يفيدك بحاجه زي دي. الحاجة التالتة برضو، طريقة تالتة ان انت تحل المشكلة ده، هي انك تغير الطريقة اللي انت بتتكلم فيها عن الموضوع. يعني انت مش لازم تقول يا جماعة انا بقبض كذا، يا جماعة هو انتوا بتقبضوا كام. هو انت ممكن تشقلب الجملة بشكل افضل، انه انا مثلا بقيت اقبض بنسبة 20% زيادة عن كذا، او ان تاني المعدل بتاع السالري بتاع الوظيفة دي في السوق او في الشركه بتاعتي هو من 30,000 ل 40,000. فانت ممكن تغير الطريقه اللي بتلقي بيها الموضوع، بدل ما تقول الحاجات بشكل كده بجح بس او بشكل يعني دايركت كده، ممكن تبدا تغير الوردنج شويه علشان يناسب الفئه اللي انت بتكلمها، سواء مين الشخص اللي بتكلمه، مراتك ولا اولادك ولا كده. مش لازم صحابك يعرفوا ان انت مديون، بس ممكن مراتك تعرف ان انت مديون، بس اصحابك ممكن يفهموا والله يا جماعه انا بقسط، فكلمه كده اتقالت والله يا جماعه انا عليا اسمها ايه، يعني عندي شويه مسؤوليات ماديه الفتره دي فكده. ممكن صاحبك قلت له كده، بس مراتك قلت لها ايه هي المسؤوليات الماديه. ابنك مش لازم يعرف ان انت مديون، بس ابنك لازم يفهم ان في مسؤوليات. فدي برضو طريقه مختلفه انك تقول نفس الحاجه بالظبط. الحاجه برضو اللي عجبتني جدا ان بيقول لك ما تتكلمش عن الفلوس بطريقه فيها مشاعر، اتكلم عن الفلوس بطريقه فيها ارقام. مفيش حاجه اسمها والله احنا للاسف بنعمل فلوس قليله. ده كده مش انت كده ما بتحلش مشكله الماني تابو، انت كده انسان بائس بتقول حاجه مش المفروض تقولها. والله احنا يعني اغنى اغنياء الارض، والله احنا معانا فلوس كتير جدا يا ابني، ده انا بعمل 3 4 مليون، انت متخيل؟ كل ده غلط. انت لازم تتكلم بصيغه ارقام مش بصيغه مشاعر. مفيش حاجه اسمها انا فقير. لو انت لقيت نفسك لما بتتكلم عن الفلوس بتتكلم بصيغه المشاعر، والله الدنيا مش كويسه دلوقتي، احنا مرتبنا يا دوب 5000 جنيه كده، في مشكله. انما لما تقول المرتب الوظيفي بتاع الشخص اللي شغال سيلز 10000 جنيه وبياخد البونس كده، انا قلت نفس الجمله بالظبط ولكن بشكلين مختلفين. واحد كان فيه مشاعر، واحد كان اكنه مكتوب في العقد اللي انا مضيت عليه في الاول. الطريقه دي هي الطريقه اللي تخلي الماني تابو يختفي من قدامك. واخر حاجه خالص عايزين نتكلم عنها، هي ان انت تحاوط نفسك بمجتمع ما عندوش مشكله الماني تابو، فمع الوقت انت كمان مش هيبقى عندك المشكله دي. يعني ايه؟ يعني لو انت دلوقتي واقف في دايره والدايره دي فيها 5 وانت السادس، والخمسه دول كل واحد قال مرتباته، انت مش هتتكسف تقول مرتبك، لان انت هتحس والله وكله شارك، انا عارف مستوى الناس كلها فانا هقول مرتبي. طبعا هيبقى عندك مشكله لو انت كان مرتبك اقل واحد فقمت زودته شويه عشان تبان جامد، ده انت عندك مصيبه لازم نحلها برضه. ولكن في المطلق يعني ان في الدايره دي
طالما كل واحد قال مرتبه انت مش هتتكسف تقول مرتبك. فحاول تحوط نفسك بناس بالشكل ده. طيب الناس دي فين عامه؟ عامه كل الناس اللي عايزه تحسن من حياتها الماديه هم نفسهم يقابلوا دايرات بعض. هتلاقي الناس دي كلها في ايفنتات كتيره موجوده، سواء اوفلاين، في ايفنتات كتيره موجوده اونلاين. يعني حاجه زي مثلا رايز اب بيتعمل كل سنه مره، هو ايفنت متعلق بالستارت ابس والشركات، ولكن الناس دي كلها دماغها فلوس عامه. فالايفنتات دي كلها بتاعت رياده الاعمال والحاجات دي كلها حلوه ومفيده جدا. الحاجه الثانيه برضو، مثال بسيط، احنا عندنا مثلا فريلانس اكس ودي اس اكس، هي منصتين، واحده بتعلم فريلانسنج واحده بتعلم دروب شيبنج. الناس اللي جوه دماغها فلوس، انا عايز اعمل فلوس يا جماعه، يا جماعه انا لسه معاش فلوس خالص، يا جماعه انا مديون ومحتاج اطلع 10000 جنيه بسرعه، اعمل ايه؟ فالناس هناك علشان هو مجتمع مدفوع بيتكلموا اصلا على ازاي نعمل فلوس، فالناس هناك فعلا بتتكلم عادي، ما بيبقاش في كسوف، لدرجه لما حد بيعمل فلوس بيحط سكرين شوت، يا جماعه انا جبت اول عميل وده سكرين شوت عملت $500 في 10 ايام بس، انا مش مصدق، مش عارف ايه. فدي ناس سويه الى مرحله معينه في ان هم ناس سويه، ان هو يقدروا يشاركوا حاجات دي للمجتمع المغلق ده اللي كل الناس بتفكر زيه. وتاني بفكرك ان الحسد موجود، فانت لازم تقول افكارك، ده ملوش علاقه بده. وبس كده يا سيدي، اتمنى تكون فهمت موضوع الحلقه دي، موضوع للاسف يعني قوي وعامل مشاكل كتيره جدا. ولو عندك اي كومنت او اي راي يا ريت تكتبه تحت في الكومنتات، وما تنساش طبعا تعمل لايك وسبسكرايب وشير للحلقه علشان غيرك يستفيد. واشوفكم في الحلقه اللي جايه.